السلام عليكم. اليوم راح نقدم وصفة مقروط السنيوة تلبية لطلب كامل اللي تاقوه وعجبهم وطلبوا الوصفة مني بكثرة. نتمنى منكم تترحموا على صاحبة الوصفة. إذا عجبتكم تدعوا لها بالخير ونرحب بكم مسبقا. هذا المقروط ناجح من أول تجربة ويجي ما شاء الله، يحضر بطريقة سهلة. تابعوا الفيديو الأخير راح تكتشفوا جميع الأسرار اللي تساعدك في تحضيره. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحتاج في الوصفة تاعنا 3 كيلات سميد متوسط. نوعية تاع السميد استعملي اللي متوفرة عندك، لأنه في هذه الوصفة استعملت بزاف أنواع من السميد. المهم ما يكون خشخشين وفي كل مرة تخرج الوصفة مليحة. نضيف 2 كيلات فرينة أو طحين. الفرينة هي اللي راح تحكم المقروط وتبدل القوام تاعو وتخليه ما يجيش يتفتت، يتعدل مع كامل أنواع تاع السميد. نخلط السميد مع الفرينة. هنا قبل ما نحط المكونات اللي قعدوا لي نحكم السمن، نحطه يذوب على نار هادية. نضيف ملعقة صغيرة ملح. نص من هنايا قبل ما نضيفه نخليه يبرد شوية. نضيف نصف كيس خميرة أي مقدار 10 غرام. الخميرة راح تخلي المقروط خفيف، ما راحش تأثر عليه في الشكل ديالو. ضيفوها ما تخافوش. نضيف الكيلة تاع السمن بعد ما ذابت وبردت. اللي ما كانش متوفر عندها تستعمل الزبدة، ولكن أنا نفضل السمن لأنه يجي أفضل. واللي حبت النوعية تاع السمن اللي استعملتها أنا تحط لي في التعليقات وراح نجاوب عليكم إن شاء الله. نضيف الآن نصف كيلة من الزيت، زيت تكون نباتية. ونضيف أيضا ملعقة فانيليا، والفانيليا تقدري تستغني عليها. ونزيد حبة بيض. الحبة هذه تاع البيض راح تخليه يكون حاكم روحه شوية، يتساعد وتساهم تاني باش يحمر لك المقروط. إذا ما قدرتيش ولا ما حبيتيش تستعملي البيض تقدري تستغني عليه. هاد الخطوة مهمة، نبقى نبسو فيه هكذا بهذه الطريقة حتى تحسيه تشمخ انديغي درنالو الماء. هنا كيفاش تعرفي بلي المقروط تاعك مبسس مليح؟ ديريه كرة تولي ما تتحلش. ناخذ في هذه الحالة الكيلة تاعنا تاع الماء مش راح نضيفه دفعة واحدة، راح نخلو كمية من الماء ندخلو كامل العجين تاعنا بأطراف الأصابع. الآن بعد ما لاحظت أنه تشرب لي هذاك الماء نضيف الكمية اللي قعدت لي. وإلا جاك مزرزق ما تخافيش منه، راح يشرب كامل هذاك السوائل في الوقت اللي تحطيه وتخليه يرتاح. إذا كان العجين تاعك يحتاج أنك تزيديله كيلة تقدري تزيديله المقدار اللي يحتاجه باش يتلم، يعني حسب نوعية السميد. إذا كان عندنا النوعية اللي تشرب نغطيه ونخليه جانبا ونروح نحضره الغرس. الغرس أو معجون التمر، يعني معجون تمر مطحون. نضيف له شوية قرنفل مطحونة. تقدري إذا ما كانش عندك مطحونة تطحنيها في البيت وزيدوا لها قطعة من الزبدة أو زيت، يعني اللي متوفرة عندك. ونضيف له ماء الزهر مع الدلك باليد حتى يصير معجون التمر طري. راح نبقى نضيف الماء الزهر ونعجن بهذه الطريقة حتى نذوب القطع اللي تكون ماهيش مرحية مليح. وإذا كان الغرس أو التمر مرحي راح تستغني على هذه المرحلة، واللي حاب تزيد القرفة مع القرنفل راح يكون أفضل. شوفوا هنا كيفاش صار عندنا اللون تاعو ذهبي وطري. الآن حضر سنيوة تاعي مع البابي كويسون اللي راح نستعمله باش نسرح فيه العجين المقروط. دوك نحكم لاباط نقسمها على 2 افيك هاد الأداة لاسباتو. كيلتو على قيس السنيوة اللي كان 25 على 35، كل وحدة دير على حساب السنيوة تاعها اللي متوفرة عندها. وهنا راني سرحت العجين تاعي بوسط كيس بلاستيكي باش تساعدني الكيس باش ما يلصقش معايا العجين في الحليول. وباه يجيك على قيس السنيوة قص الأطراف بوسط سكين وحطيهم في الوسط، وراح تعاودي تحلي العجين المقروط بهذه الطريقة وتجيك على قيس السنيوة. هذه الطريقة راح تساعدك بزاف باش تجيك باش تسرحيه فاسيلمون، أفضل من أنك تسرحيه لداخل السنيوة ويجي مقاد على قيس سنيوتك اكزاكتومون. إذا كان الأطراف ما لحقوش الجوانب تقدري تطلعيهم هكذا بأطراف بيدك تسرحيهم، تجي العملية سهلة. تقدري تتحكمي في السمك تاع العجينة وما تجيكش خشينة.
تجيك جوست. الآن ندوزو بنفس الطريقة نسرحو العجينة تاع التمر. بون انا هنايا كي سرحت العجينه تاع التمر كيلتها قبل ما نحطها مباشره باش ما نحيش الاطراف باش تجيني قد لاباط تاعي. بالنسبة لهاد الوصفة أنا استعملت التمر في الوسط، وإذا كان حبيتوا ندير لكم وصفة تانية وتعطوني رأيكم. زين نكمل العجين نحطوها. بالنسبة للكيلات اللي استعملتهم أنا كنت خدمت المقروط عدة مرات، ولاحظت انه هذيك الكيلة اللي استعملتها معاكم هذيك هي اللي خرجت اكزاكتومون مع السنيوة تاعي. مي اي وحدة تقدر تستعمل الكيلة اللي عندها في الدار تشوف مع سنيوتها وتشوف شحال تجي معاها على حسب ليبيسور والسمك اللي تحبيه نتيا مع سنيوتك. بون انا الكيلة اللي استعملتها دارت لي واحد 270 حتى 280 مليلتر. اذا كانت الكيلة اللي استعملتيها كبيرة على السنيوة نحي منها الاطراف اللي زايدين. هذوك لي شوت اللي درتيهم تقدري ديريهم حبات فردية في سنيوة واحدة اخرى. بعد ما سويت السطح تاعي بيدي وملستو بيان نروح نقطع المربعات بالمسطرة. تقدري تستعملي هذا المول تاع المقروط اللي انا استعملت او اي مول يكون متوفر عندك في الدار، تقدري تكيلي به الحبات باش يجوا كامل قد بعضهم. نبداو ننقشوا كل وحده عندها طريقه تاعها اللي تنقش بها. انا فضلت ننقشهم على حسب هذه الطريقه. وما بون لي قطعيه بالموس بيان وبيني الحبات تاوعك شو راح تقدميه باش يجوا الحبات تاوعك باينين. دونك هنايا الفرن تاعي سخنته على 180 درجه وحطيته في الجهه السفليه، ومن بعد بعد ما طاب لي من التحت زدت حطيته وطلعته في الطبقه الثانيه. كيما راكم تلاحظوا حمار لي في الجهه العلويه. نروح نعسلو مباشره هو سخون. العسل كنت ذوبتها غير شويه يعني ماشي سخونه، والكميه تاع العسل انتي تلاحظي تشوفي على قيس العسل المقروط تاعك الا شتيها ويتشرب يفيلو العسل، واذا كان خصو زيديلو. هنا العسيله تاعي ضفت لها شويه ما زهر باسكو راح يمد لها طراوه وبنه وريحه روعه. واذا كنتي حابه تحتفظي به مده طويله تقدري ما ديريش المزهر، ديري غير العسل فقط. لا الوصفه تكون نالت اعجابكم واستفدتوا معنا. ما بقى لي غير نبقيكم على خير، وما تنساوناش بدعمكم ودعائكم وتعليقاتكم المحفزه اللي تزيد تشجعني باش نقدم اكثر. في امان الله والسلام عليكم.